الفترة بتاعة قرب دخول العرب مصر كان البطريرك الشرعي هو البابا بنيامين. من واقع الاضطهاد اللي كان واقع على الأقباط كان واقع عليه هو أيضا، وكان هاربا لمدة 13 سنة. لكن الطرف الثاني في المعاهدة اللي هي معاهدة بابليون كان هو قائد الجيوش العربية عمرو بن العاص. وكان نتيجة هذه المعاهدة هو أنه الأقباط يدفعوا الجزية مقدارها دينارين على كل رجل يقدر أن يحمل السلاح من سن تقريبا 15 سنة إلى سن 60 سنة. وصراحة أعفوا النساء، أعفوا العواجيز، أعفوا الأطفال، أعفوا أيضا رجال الدين. وهنا كمان في المقابلة دي حصل شيء عجيب وهنقوله كنموذج مضيء حلو، أن عمرو بن العاص سلم للبابا بنيامين 10,000 دينار وقال له تجدد الكنيسة. فالمقابلة دي كانت كلها محبة وكلها خير للكنيسة. وده طبعا نتج عنه أنه عملية استرداد الكنائس، لأن زي ما قلنا في بداية المحاضرة أن الفترة بتاعة 190 سنة اللي كنا بنضطهد فيها من قبل الخلقدونيين الروم استولوا على معظم كنايسنا. قدر البابا بهذه الصفة أنه يبين أن الكنيسة القبطية تملك كل هذه الكنائس فاستردها، ودي كانت من النقط الجميلة الحلوة. المهم يعني عايز أقول أنه 600 دير اللي كانوا غرب اسكندرية معظمهم اتخرب. السؤال هنا بما أن احنا بنتكلم بعد دخول العرب مصر، هل خرب العرب هذه الأديرة عشان نقول للتاريخ؟ لا، دي حقيقة وما نقدرش ننكرها، دي حقيقة وما نقدرش ننكرها.